بس. يا جماعة الراجل ده أغنى راجل في العالم، يمتلك أغلى طنبور في العالم، نادر، مفيش منه غير 5 في العالم بس. هينزل أغلى كيلو عسل في الكوكب، الكيلو بتاعه ما يقارب 5 مليون دولار. اتفضل يا أستاذ عبد الله يا أغنى راجل في العالم، احكي عن الطنبور وإنجازات الطنبور. ايوه، انا راجل غني، خلي بالكم. عارفين يا أستاذ، انا راجل غني. عارفين. الطنبور ده عشان بس معيش نفضح نفسي وندمر نفسي. الساعة بتاعته هينزل كيلو عسل؟ كيلو يا عم. إيه؟ الساعة بتاعته 5 كيلو عسل. اللهم صل على تمام. النبي. في الساعة. في الساعة. الكيلو بتاعها واخد بالك ما يصفيش اقل من 100,000 جنيه مصري. ايوه. يعني ما تفكر ايه انت؟ 5 مليون مصر. تمام. واخد بالكم. فالطنبور ده يا اخواننا، انا راجل غني ارجوكم بعدوا عني. حصل. بعدوا عني. بس احنا عايزين تحكوا، تعصبش يا استاذ عبد الله. واحد هو اخواننا بس من يوم ما بيجي اغنى راجل في العالم هو متعصب. انجازات الطنبور لقيتها ازاي؟ استهدفتها ازاي؟ قريتها عليه؟ جبتها؟ الطنبور ده يا استاذ عمر، ايوه. انا قاعد في الزراعه. تمام. طير معي عيل صغير. تمام. راح قابصه. تمام. فده ربيته عندني. تمام. طلع راجل متربي. متربي يا اخواننا، قابصه يعني مسكه بايدي. ايوه ماسكه بايدي. ما ماسكه برجلي. حصل. عكشته ورحت مربيه في البيت. حصل. حطيت له قزازه الاول. بيجي يشخ، واخد بالكم، عسل من العسل اسمه النبات.